التشهير بالحكام أو ببعض الوزراء أو بالحاكم يعني الذي يحكم البلد لا يجوز التشهير به، لا في المنابر ولا في الصحف ولا في أي وسيلة من وسائل الإعلام ولا في التويتر ولا في غيره من وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذا من طبع الخوارج وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان عنده مخالفات تناصحه بينك وبينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالها ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتجب مناصحته سرا فيما بينك وبينه، كما ثبت من حديث عياض ابن غنم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدها ماذا؟ علانية، وليأتيه ويكلمه بينه وبينه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه، يعني برئت ذمته. أما التشهير على المنابر فهذا من طبع الخوارج، أول ما عرف هذا عن الخوارج. ولذلك هناك خوارج قاعدة، خوارج القاعدة الذين يؤلبون على الإمام وهم جالسون في بيوتهم، هؤلاء الخوارج القاعدة من شر الناس، فلنحذر من هذه الأساليب، فإنها هم يبدأون خوارج هذا العصر لأنهم يشبهون الشيوعيين، يعني من جهة أنهم أو الماسونيين، من جهة أنهم يخفون مقاصدهم حتى يتوصلوا إلى مآربهم. فهم يبدأون كما قال أحد الإخوة يبدأون بالتشويه والتنفير، ثم بالتكفير، ثم بالتفجير والتدمير،